ازيكم يا شباب؟ حلقة جديدة النهاردة. حلقة لذيذة ومش هطول عليكم. في ناس بتقول فيديوهات طويلة، معلش. المهم حلقة النهاردة عن الحليب. ملك ماشي، دي حلقة مهمة شوية. ايه موضوع الملك؟ الملك الحليب المفروض يعني هو مهم قوي للأطفال طبعا. أول ما بنتولد الأمهات بترضعنا حليب عشان ما بيبقاش بنعرف ندايجست أكل وكده. تمام. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بنكبر شوية ونبدأ ناكل كورنفليكس، سيريال، ونشرب شاي بلبن، وبنتعود على اللبن وبنكمل بالحليب طول حياتنا نشرب لبن. ماشي، هل ده صح او لا؟ خليني اقول لكم ايه الكويس فيه وايه المش كويس فيه. وفي الاول وفي الاخر برجع بقول، ودايما هقولها في كل المناسبات وكل الحلقات: there is no rules. مفيش rules، مفيش حاجة اسمها yes or no. depends، على حسب ناس. عشان كده مشكلة في ناس بتسألني أسئلة ساعات: كوتش عايز أعمل كذا، تنصحني بإيه؟ على حسب، فاهم؟ مش هقدر أجاوبك على طول، صعب. لازم أعرف حاجات كتير، لازم أعرف 100 حاجة عنك، فاهم؟ طيب، تاني حاجة، لازم تسمع جسمك بيقولك إيه. your body communicates with you. جسمك بيكلمك، بيقولك. بمعنى أنا واحد من الناس، بص، مبدئيا مش انا بس، 65% من البني ادمين اللي في العالم لاكتوز انتوليرنت. 65%. ايه لاكتوز؟ لاكتوز هو الشجر اللي موجود في الحليب، مش اي حد يستحمله. طب غريبة، 65%. بس هو دي خلقة ربنا، صح. يبقى اللبن مش لازم يبقى كويس ليك يا جماعة. احنا كبرنا، اشرب لبن عشان تكبر والكلام ده ماشي وانت صغير، بس لما بتكبر اللبن والحليب مش... على فكرة اللبن والحليب انا قصدي ملك، لانه في بلاد في الخليج اللبن، او في مصر اللبن حاجة اللي هو الرايب ده، والحليب حاجة تانية. يعني في مصر حليب اللي هو ملك، واللب او في كويت. المهم انا بتكلم عن الملك ان جنرال، ايا كان لغته، ايا كان هتسموه ايه. حلو. طيب، قاموا عملوا ايه؟ عملوا بدايل للملك اللي ملكاو. ماشي، احنا الحليب اللي بناخده بيبقى ملكاو. عملوا بديل، عملوا الموند ميلك، عملوا الكاو ميلك اللي احنا عارفينه، صوي بين ميلك مستخلص من نبات حباية الصوي، كوكونات ميلك، جوت ميلك، الموند ميلك. ففي انواع حليب تانية مختلفة. طيب، هو الالموند بيرضع او الصوي بيرضع؟ لا، بيتحط في مية وبيتنقع وبعدين بيتعصر وبيبقى ميلك. طيب ليه؟ عشان احنا تعودنا على الملك، تعودنا على اللبن، تعودنا على الحليب، انه بنحطه الصبح حاجة بيضة وتقيلة شوية كده وبناكل منها وتعودنا عليها. بس هي مش ضرورية على فكرة في حياتنا، وممكن نستغنى عنها. انا واحد من الناس مش لاكتوز انتوليرنت قوي، بس هقول لك حاجة: انا ممكن افطر وبعدين اشرب كوباية شاي، تمام. لو شربت نسكافيه 3 in 1 اللي هو فيه مثلا شوية ديري برودكت، اخش الحمام. لو شربت شاي بحليب اخش الحمام. فانا متاكد وفاهم جسمي، وجسمي بيقول لي على فكره انت مش تمام مع مشتقات الالبان، لانه بيعمل لي دايريه، اسهال مش سيفير. طبعا الناس حالات يعني different situations. انا بخش الحمام بس مش اسهال بس عادي بخش حمام. فمع الوقت فهمت، اوكي، جسمي بيقول لي اللبن، جسمي بيحاول يمشيه بسرعه وينزله لانه مش حابه قوي. تمام. افرض حد بيجيله اسهال فظيع، يبقى طبعا جسمك بيقول لك دونت، انا مش بتاع لبن. افرض انت اللبن تمام معاك، جو اهيد. دي نقطه. ماشي. النقطه الثانيه، اللبن مكون من ايه؟ اللي هو الحليب من البقره. 87% ووتر، يعني 87% ميه. حلو. 8.25% سوليد، 8.25% سوليد اللي هو كاربس، بروتين، مينرالز، فيتامينز، الكلام ده. وزيرو من 0 ل 5، لا سوري،
0.5% فات. ماشي صح كده؟ 8 و 87. لا، من 0 ل 5% فات. ماشي. بيحصل ايه؟ بيحلبوا الكاو، البقرة اعتقد هي الكاو، وبعدين بيسخنوا اللبن بسرعة وبعدين بيسقعوه بسرعة. ده اسمه باسترايزد. احنا هو ده العملية اللي بتحصل يعني لما قبل ما الحليب يوصل لنا. بيبويل وبعدين يسقعوه تاني بسرعة وبعدين معلبات جاهز للاستعمال. اوكي. في 3 انواع. في فول فات ميلك، ده بيبقى 3.25% فات، ده الطبيعي اللي هو زي ما هو. وفي معرفش في بلادكو، كل بلد غير، بس في امريكا معروفة لما انا كنت عايش هناك الفول فات ميلك 2% 1% سكيم، فبيسكلي بيشيلوا منه كمية فات. هو كده كده الفات بيطفوا على اللبن او الحليب، بيشيلوه كده وبعدين بيري ادت عشان يتحكم في البرسنتج. فده 2% يزودوا كتير، 1% يزودوا شوية، 0 ما بيحطوش خالص. فاهم؟ هم شالوا الفات. هل الفات مفيد؟ طبعا، ولكن على حسب انت بتعمل ايه في حياتك. هل انت حاسب الكالوريز اللي في اليوم بتاعتك بتخش قد ايه؟ ايه الفرق طيب بين كوبايتين؟ اهو دول كوبايتين، 1 2 دي فول فات، دي سكيمد، دي 150 كالوريز، دي 90 كالوريز. يبقى في 60 كالوري زيادة في كوباية لبن، 8 ounces of milk، لو بفات أو من غير. يبقى 90 كالوريز من غير، 150 with. فبتعود برضو ليك، انت بتحاول تكنترول يور كالوريز ولا لا. عايز تزيد وزن، جو اهيد 150، خد الفول فات. بتحاول تخس شوية، controlling your calories، go with the skimmed milk. طيب لاكتوز انتولرنت، اصلا انت بتتكلم في ايه؟ انا بقول لك اللبن بشربه، الحليب بيتعب لي بطني. حلو. في الموند ميلك، في صويا ميلك، في كوكونات ميلك. ايه الفرق بينهم؟ مبدئيا جالك لاكتوز انتولرنت، انت واحد من ال 65% من العالم اللي جسمك لا يتقبل اللاكتوز اللي في الحليب، يبقى نحول. هيجيب لك ايه؟ اسهال، كرامبات، ايا كان، بيتعبك وخلاص. اسمع جسمك بيكلمك، بيقول لك انت لما بتتخبط بتحس بالم، جسمك بيقول لك انا متالم الحته دي. لما بتخش الحمام اسهال، يبقى جسمك بيقول لك انت كلت حاجه مش تمام. فلو دي بتتكرر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم من اللبن، اوكي وقف اللبن، بطلت تتكرر خلاص. يعني لوجيك، انا بكلمكم كلام لوجيك علمي. باكت وذ يعني اوكي، في ستاديز وساينس وكل ده، بس مش لازم اعقدك واوفرويلم يو. يعني خدها بالاسباب. يعني سبحان الله، ربنا ادانا مخ عشان نفكر بيه. انت جسمك بيقول لك لا، يبقى لا. done. do I need milk? no. لا اقدر ادخل كل الحاجات اللي في الحليب الميلك without even drinking milk. طيب صوي ميلك. الصوي ميلك حلو ليه؟ هاي ان بروتين، بروتينه عالي قوي. مور فايبر، فهيمشي البطن كويس وهيعمل دايجيشن كويس. بيلور الكوليسترول الوحش وبيعلي الكوليسترول الحلو. ولكن لو ان فيتامين دي، فيتامين دي اللي فيه قليل. الميميك استروجين، في دراسات كده بتقول انه بيلعب في الاستروجين شويه، فبالنسبه للبنات الصغيره ممكن ياخر البلوغ، وبالنسبه للرجاله ممكن ياثر، بس بنسبه ضعيفه. فمن الاخر صوي ميلك يفضل مش للاطفال، يفضل للناس كبيره اللي هم لاكتوز انتولرنت. not for pregnant، بلاش حد حامل، اي ست حامل تشرب صوي ميلك، لا يفضل، لانه في ستاديز برضو بتقول انه بيأثر على الريبرودكتيف سيستم بتاع الجنين لما يتولد. ماشي. الموند ميلك. الموند ميلك على فكره مش الموند قوي، يعني هو في 2% الموند والباقي ميه. less بروتين الالموند، less minerals، 2% الموند، rest is water والنيوترينتس. بمعنى بيضاف اليه مينرالز والكلام ده، والكالسيوم والكلام ده بيضاف اليه كيميكلي، هو والسوي بين. مش طبيعي قوي زي الكاو طبعا، لانه ده حيوان واحنا ده صناعه، احنا اللي صانعينه. كوكونات ميلك هاي ان فات، عالي قوي في الفات. دنس ان فايبر، وفي ايرون حلو، في مغنيسيوم حلو، في فيتامين اي، فيتامين بي، فايبر. فالكوكونات ميلك حلو ولكنه هاي ان فات. من الاخر، ازاي اعرف ايه احسن حاجه ليا؟
اول حاجه انت بتحاول تعمل ايه؟ جين سايز، لوز سايز، وايه هدفك؟ حاول ماسك ازازه الملك اللي في السوبر ماركت، ايا كان بقى، الموند، صوي، كوكونات، وقارن انا ايه احتياجاتي في اليوم. محتاج حاجه هاي ان فات، ماشي، كوكونات حلو، اللبن حلو، بس انا لاكتوز انتوليرنت، يبقى بلاش الكاو، خليني في ده. تمام. عايز مثلا اخس، هشوف اقل حاجه فيها فات، اقل اكتر حاجه فيها بروتين، مثلا اروح مع الصوي ميلك مثلا. فانت ايه احتياجاتك؟ نفذ. هل انت محتاج دول ولا محتاجهم خالص؟ you can live without milk fine, perfectly fine. احنا بنشرب لبن عشان طعمه حلو، وتعودنا عليه من واحنا صغيرين. في كالسيوم شويه، في بروتين شويه، في فات بروتين، بس يعني كل ده موجود في الاكل، مش محتاجينه. not necessary. we can get every single nutrient in milk without having milk. اتمنى الحلقه تكون فادتكم شويه. طبعا انا الحلقه لازم تبقى فيها فايده علميه ونصايح مني ورأيي الشخصي، وفي نفس الوقت مش هينفع اتعمق قوي في التوبيك عشان هتزهقوا، وما اعتقدش ان انتوا عايزين تعملوا دراسات في الموضوع. فانا شايف انه كده بالانسد، الحلقه بتبقى حلوه ولذيذه وخفيفه. كومنتس بتاعتكم في اليوتيوب، سوري، كومنت تحت اسئلتكم، ممكن ابقى اجاوب على كام سؤال الفتره الجايه. ايه كمان، انا عامل مسابقه على الانستجرام، هي زمانها خلصت دلوقتي، قبل ما تشوف الفيديو ده خلصت. خشوا على الفيسبوك، ممكن تلحقوا بمناسبة عيد ميلادي، عيد ميلاد جرحي أنا. عيد ميلادي يوم 27/3. الحمد لله الحمد لله. الحلقة عامة خلصت، اللي زهق يقفل. هتكلم شوية عن عيد ميلادي. أنا الحمد لله دلوقتي عندي 29 سنة. في ناس شايفاني أكبر، في ناس شايفاني في الحدود دي. السنة دي كانت سنة ناجحة جدا بالنسبة لي، الحمد لله. السنة اللي فاتت في نفس الوقت ده ما كنتش مبسوط خالص، وكنت محبط جدا، ومكنتش لاقي شغل، وكل الشغلانات اللي الاقيها ما كانتش تعجبني، مع انها في مالتي ناشونال وانا معايا شهادات قوية. بس زي ما قلت لكم قبل كده، لازم تحب اللي انت بتعمله عشان تنجح فيه. فانا صبرت وقعدت احاول لحد ما الحمد لله لقيت جالي فرصة اني انجح في مجالي، والحمد لله بكبر فيه. وده موتيفيشن ليكو. don't give up please, keep going, your day will come. هيجي يومك. ايه كمان، انا عملت مسابقة على الفيسبوك وعلى الانستجرام، جيفت، بديكوا هدايا مجانا، اونلاين تريننج شهر مجانا، تي شيرتات سموي مجانا، جوائز مالية من 1000 جنيه وكده. I just want to give back. عايز زي ما ربنا الحمد لله فتح عليا وبيرزقني، عايز اشجع الشباب واشجع كل الناس، شباب وبنات وكبار في السن وصغار في السن. It's never too late. ابدأ your transformation. يلا. كل جمعة بعمل مسابقة صغيرة على الانستجرام عشان تحمسوا بعض. ابعتوا لي before after pictures انزلهم، فحد هيشوف ايه ده، انا دلوقتي كده ما شاء الله تحول، لا يبقى في امل. فخلينا بوزيتيف كلنا، نساعد بعض كلنا. طول ما ربنا بيرزقني الحمد لله، انا دايما هدي هدايا ودايما هساعد غيري. ف follow my Instagram سموي SAMOUYY، الفيسبوك سامي سموي SAMI. في كذا واحد سألني ايه سموي دي. ده النيك نيم بتاعي، انا اسمي الاولاني مش سامي، مش عايز اقول لكم اسمه ايه، ولكن من وانا في صغير في المدرسه بينادوني على اسم ابويا عشان ما اعرفش ليه، فهي مسكت معايا سامي. سامي ده اسم ابويا. يس، سيكريت جديد. ايه كمان، بس كفايه عليكم كده النهارده. ثانك يو. الورد ده بمناسبه عيد الام. اتمنى بجد تعملوا لامهاتكم اي حاجه. المواضيع دي انا عارف احنا كرجاله وشباب بنستتفهها، بس انا شفت كده حاجه دينيه صغيره، واحد مش عارف سافر وامه شايلها على ظهره، وبعدين لف بيها الكعبه وقال له هل اوفيت؟ قال له ولا حتى طلقه من الحمل. يعني مهم، يعني مهما عملنا مش هنوفي اللي تعبوا فيها امهاتنا. وانتوا لو متجوزين ومخلفين هتعرفوا قد ايه موضوع متعب. وتحيه لكل الامهات، تحيه لامي.
انا بحس ان انا بقصر مع امي، بس من جوه طبعا انا بحبك انت عندي اهم حاجة نمبر 1 في حياتي. و take care of your mothers، الجنة تحت أقدام الأمهات. ومهما حصل، مهما كبروا، مهما بقوا متعبين ويعيدوا ويزيدوا في نفس الكلام، لازم نستحملهم، لأن وانت صغير شلتهم وقعدت تعمل على نفسك حمام وينظفوا لك سنين. فدي أقل حاجة تعملها، إنك تشيلهم فوق راسك. وصدقني صدقني كما تدين تدان، بالذات في موضوع الأهل ده بشوفه بعيني. نفس الأم، أولاد مختلفة كبروا، أولادهم ده كان بيعامل أمه كويس، أولاده بيعاملوه كويس. ده كان بيتعب أمه، دي أولادها بتتعب أمها بالظبط. ده أكيد هيحصل. فتيك كير اوف يور بيرنتس، عشان ده اللي هيحصل فيكم لما تخلفوا. الخلفة مش سهلة. انا لا ما خلفتش، انا لسه سنجل، بس بقول لكم كده عشان بشوف انا اصحابي كلهم متجوزين وعندهم اولاد وقرايبي، فانا بقول لكم اللي بشوفه. take care of your mothers. تحية للامهات كلها.